إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد كل يوم على الساعة 8 مساء على قناتكم ديوان الخبر. في هذا اللقاء بطبيعة الحال لن أتحدث إلا على موضوع الساعة، ألا وهو الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وغادي نتفاعل معها من ثلاثة ديال الزوايا. أولا غادي نجاوب على سؤال: لماذا فضل جلالة الملك أن يتطرق لهذه الرسالة عن طريق بلاغ ديال الديوان الملكي وما شارش لها في الخطاب ديالو؟ النقطة الثانية غادي نطرح واحد السؤال: علاش أصلا هذه الرسالة ديال الرئيس الفرنسي وفي هذا التوقيت بالضبط؟ ما هي الأسباب؟ ولا بقيتوا معايا غادي نعطيكم على الأقل جوج ديال الأسباب الرئيسية. ثم النقطة الثالثة غنطرحوا السؤال: واش النظام الجزائري نادم لكونه لم يستجيب لليد الممدودة لطالما ملك المغرب كان تيعلن عليها في الخطاب ديالو، سواء بمناسبة المسيرة الخضراء أو بمناسبة عيد العرش. غادي نبدا بالنقطة الأولى، وغادي نعطيكم بعض الأمور اللي عندها علاقة في العلاقات اللي مرتبطة بالعلاقات الدولية، لأن ملك البلاد لم يتطرق إلى الرسالة لا من قريب ولا من بعيد في خطاب العرش. هذا تسمى اللعب الكبير، يعني أن المغرب تيعطي انطباع بأنه ماشي هو اللي يقلب على فرنسا هي اللي جات تتقلب عليه. إذا المغرب في الخطاب العرش هضر على قضايا كبرى، على قضايا تتهم الماء وتتهم الامن المائي ديال المغرب، وكذلك اعطى بادره اللي غادي يكون لها ما بعدها من اجل حل القضيه الفلسطينيه. فهو طرق القضايا كبرى ولم يشير لا من قريب ولا من بعيد لهذه الرساله، خلاها حتى اليوم العرش واعلن عنها عن طريق بلاغ للديوان الملكي. وهذا في العرف الدبلوماسي يعني الشيء الكثير، بأن فرنسا هي اللي يعني ضربوا بها كما تيقولوا الحيوط، كما تيقولوا المغاربه، ضربوا بها الحيوط ورجعت تتودد الى المغرب. وهذا الشيء راه جا في يعني في الرساله ديال الرئيس الفرنسي، لانه يقول ان توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه اكثر فاكثر. هذا ما جاء في الرسالة ديال الرئيس الفرنسي. فإذا الأمر هو تحصيل حاصل، لأن المغرب دار اختراق كبير في الساحة الدولية ملي نحصل على الاعتراف ديال يعني القوة العظمى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. حصل كذلك على الدعم ديال مجموعة ديال الدول، خاصة في أمريكا اللاتينية. 40 دولة حلت السفارة ديالها في قليل الجنوبية، خاصة في الداخلة وفي العيون. فبالتالي هناك تحصيل حاصل، وهناك واقع يقول عليه الرئيس الفرنسي يتسع نطاقه أكثر فأكثر، يعني أن المغرب أصبح مرتاح في المنتظم الدولي. فما أعلنته الرسالة الفرنسية هو تحصيل حاصل وتحصيل جهد بذلوا المغرب في الدبلوماسية العالمية. النقطة الثانية اللي غادي نشير لها هي لماذا هذه الرسالة أصلا. وأنا غادي نعطيكم جوج ديال الأسباب فقط، ولا ثلاثة ديال الأسباب. السبب الأول هو الصرامة ديال المغرب في تعامله مع المنتظم الدولي، بحيث أن المغرب أصبح يثق في نفسه، يثق في قوته، يثق في دبلوماسيته، ويثق بأنه قوة إقليمية لها وزنها. فبالتالي أصبح يتعامل مع المنتظم الدولي بندية كيف. فبالتالي المغرب أو الملك محمد السادس أعطى أنا تسمى نظرية ديال النظارة، بأنه العلاقات الدولية تيشوفها بنظارة الصحراء المغربية. إلا غادي تمشي معايا بأن الصحراء المغربية، تفضل نتعاونوا وتستفد انت من الاستثمارات اللي كاينه في المغرب والاقتصاد الواعد اللي كاين في المغرب. الا بغيت تميز بين الاقاليم الجنوبيه وبهذا خطين عليك، سير عوم بحرك وشوف انت يقرب الجزائر ولا شنو غدير. فبالتالي كانت هناك صرامه سميتها نظريه النظاره في تعامل المملكه المغربيه مع المنتظم الدولي. ثم كذلك المغرب مشى تنوع الشراكات ديالو.
فإلى جانب الشراكات التقليدية اللي كاينة مع أوروبا، استطاع يختار يعني الولايات المتحدة الأمريكية، دار شراكات مع روسيا، مع الصين، مع الهند، ومشى حتى لأمريكا اللاتينية مع البرازيل دار معها اتفاقيات، إلى جانب العلاقات ديالو التاريخية مع دول الخليج، والاختراق الكبير اللي داروا جلالة الملك في الزيارة ديالو في 2016 مجموعة ديال الدول الإفريقية. فبالتالي المغرب أصبح عرف كيفاش يعني يوظف ديك التناقضات اللي كاينه في العلاقات الدوليه لصالحه. ففرنسا بغيتي يعني تشتغلي في المغرب ك ك يعني مملكه موحده وتعترفي بهذا بالصحراء المغربيه، فتفضلي. ما بغيتي شيء، هناك بدائل اخرى، راه هناك روسيا، هناك الصين، هناك الهند، هناك البرازيل الى غير ذلك. فتصوروا معايا كيفاش ان المغرب غادي يجيب البرازيل من امريكا اللاتينيه ويدخلها للمغرب، ولات هذا المغرب بطبيعه الحال هو البوابه ديال افريقيا. فغتولي فرنسا في ورطه، لان هي الان واكله العصا في دول الساحل. هناك يعني منافسه شرسه من طرف الصين ومن طرف روسيا ومن طرف تركيا، غادي تزخل عليها البرازيل، فهذيك هي الضربه القاضيه. اذا فرنسا لقات بانها مصلحتها مع المغرب ماشي مع الجزائر. الجزائر ما بقى عندها ما تعطي، وظفتها منين بدات الحرب يعني الروسيه الاوكرانيه كانت مفاجئه. لقاو بانهم عندهم ازمه ديال الغاز الى غير ذلك، التجؤوا للجزائر. الجزائر صدقات الحكايه او صدقات الروايه بانها دوله قوه اقليميه وهادشي تتروج، وبان الدول الاوروبيه جات تودد اليها، فصدقات الحكايه وهي الان تؤدي الثمن. ادوا بها الغرض ملي لقاو يعني بدائل اخرى في النفط وفي الغاز، قالوا للجزائر عودي راسك. فهذا كذا تكون العلاقات الدوليه. ثم مساله اخرى، الجزائر الى ما باعتش النفط ديالها والغاز ديالها لاوروبا، من غتبيعو؟ غتبيعو بنص الثمن في السوق السوداء. اش غدير به؟ فبالتالي فرنسا تتفهم بانها ما عندها ما دير، غادي تسحب السفير، غادي دير الى غير ذلك. فبالتالي داك الشيء لن يفيدها في شيء، لان في نهايه المطاف خصها داك الغاز خصها تبيعه، والا غادي دير فايت، علما بان الغاز يشكل 98% من الناتج الداخلي ديال الجزائر، وهنا فين شدها فرنسا، لان الخطا ديال الجزائر لم تنوع اقتصادها، فبالتالي تتعول على الغاز. وتعرف بان اي ازمه في البترول وفي الغاز يعني ان الدوله ماشي غير في ازمه، ان الدوله راه صافي غادي توصل على لحافه الافلاس. النقطه الثالثه اللي غادي نتطرق لها الا وهي النظام الجزائري، واش نادم لعدم استجابته اليد الممدوده لملك المغرب؟ هو فعلا غادي يكون نادم، لان العاهل المغربي تعامل مع الجزائر بذكاء وبحنكة، وعطاهم الوقت الكافي ما ربنا يديروا عقلهم باش هذا النظام الجزائري العسكري يتخلى على العقيده العسكريه ويدير عقله. فكان دائما جلاله الملك سواء في الخطاب ديالو بمناسبه المسيره الخضراء او في الخطاب ديالو بمناسبه عيد العرش، كان دائما يمد يعني يد ممدوده للتعاون مع الجزائر، لان كان دائما ملك البلاد يفضل ان يكون هناك تعاون مع الجزائر. غادي نقيموا اتحاد المغرب العربي، ستتقوى الجزائر، يتقوى المغرب، وكل شيء رابح. هذا هو منطق رابح رابح الذي يشتغل به المغرب. فلقى بان في جواره نظام اللي ما عنده عقل، اللي ما عنده الافق ديالو مسدود، ما عندوش بعد نظر في العلاقات الدوليه، ما عندوش مشاريع مستقبليه، فبالتالي ما يمكنش يبقى غادي مع هذا الشكل هذا. مشى قلب على بدائل اخرى، وهي عطات الاكل ديالها، حتى ان فرنسا ما بقى عندها خيار الا انها تجي تودد المغرب. لكي تتودد المغرب كاين الباب باش تدخل، هو النظاره ديال الصحراء المغربيه، فالمغرب سد عليها. غادي تجي غادي تبقى تدير داكشي ديال الحكم الذاتي وداك ندعموه ما ندعموش وبعض التصريحات وشويه عند الجزائر، وهذا داكشي مع المغرب ما بقاش خدام. الا عندك مصلحه مع المغرب وبغيت تدخلي للمغرب، النظاره او نظريه النظاره اي الصحراء المغربيه، غادي تخدمي في الاقاليم الجنوبيه كما غتخدمي في الرباط وفي الدار البيضاء وفي جميع المدن
المغربيه. فكانت يعني هذه الصرامه هذه هي اللي خلات الجزائر والا الا ما بغاتش فرنسا راه كاين البرازيل، كاين الهند، كاين الصين، كاين روسيا. ففرنسا تخوفات على المصالح ديالها، فما كان عليها الا انها باش تدخل المغرب غادي تدخل من بوابه نظريه النظاره. فلم يعد امام الجزائر اي دابا الان اي خيار اخر سوى انها تدخل حتى هي كذلك من باب النظاره ديال الصحراء المغربي. لان شنو غادي دير؟ راه علنت بان غادي تسحب السفير، فهذه فقط باش تنوم وتدوخ الشعب الجزائري. والشعب الجزائري راه عارفه بانها ملين اسبانيا اعترفت بالصحراء المغربيه سحبت السفير ديالها، داز بضعه اشهر وردتها، وراه ردته بدون يعني ان اسبانيا ما تبدلش الموقف ديالها. مع فرنسا نفس الشيء غادي نعيطوا لهذا. فبالتالي كذبتي على الشعب الجزائري غتكذب عليه مره اخرى، غادي يبدا يضحك عليك. يعني انها تنتصور ان كيفاش ان هذا النظام وصل لواحد الحرج امام الشعب الجزائري، كيفاش غادي يبر ليه هذا الفشل ديالو، علما بانه 50 عام وهو تيصرف على هذا الصراع وتيمول البوليزارو الى غير ذلك. 50 عام وهو تيبدل الثروات ديال الجزائر، والنتيجه انه صادم مع الحيط. ولكن درت في واحد يعني الشريط هضرت على هذا السؤال: لماذا لا تكون الجزائر هي دبي شمال افريقيا؟ فالامارات العربيه عندها نفس الثروه، البترول والغاز، استثمرتها لصالح الشعب الاماراتي. تنشوفوا دبي كيفاش انها ولات مدينه عالميه. الجزائر 50 عام وهي تصرف الثروات ديال الشعب الجزائري على صراع وهمي، اصطدمت مع الحيط. فلا هي ربحت المغرب في هذا الصراع، ولا هي بنات مدينه على شاكله ديال دبي، فخسره من جميع الجهات. غادي نمشي لنقطة أخرى، وغادي نهضر على فرنسا وعلاقتها مع الاستثمار المغرب في الاستثمار اللي كاين في المغرب، خاصة في أفق تنظيم المغرب لكأس العالم مونديال 2030. فهذه النقطة هذه موجودة كذلك في الرسالة ديال الرئيس الفرنسي، الذي يقول بأنه أعرب عن التزامه بأن تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية، وتقصد بها الساكنة ديال الجنوب المغربي ديال الصحراء المغربية. فأشار لها بأن فرنسا تريد أن تواكب المغرب في المشاريع ديالو. بطبيعة الحال العلاقات الدولية غادية بهذا الشكل هذا، ولكن المغرب قال لها: لا بغيتي تدخلي المغرب غتدخلي عن طريق بوابات النظارة التي ينظر منها المغرب. وبالتالي كان يعني صارما في هذه النقطة هذه، وكان المغرب عنده الحق في هذه النقطة هذه. فبالتالي ما بقى قدام فرنسا إلا أنها ترجع تبدد المغرب. الآن غادي نرجع للزيارة اللي دار عبد المجيد تبون للرئيس الجزائري، الرئيس الفرنسي عفوا ايمانويل ماكرون. وتنشوفوا كيفاش الاعلام الجزائري روج لهذه الزياره، واللي تنسمعوا بان الجزائر ولات قوه اقليميه وقوه ما عرفت شنو ودوله عظمى، وبان فرنسا بمهابتها وجلال قدرها جات عند الجزائر تتودد الى غير ذلك. فكنا تبعنا الاعلام الجزائري كيفاش صور هذيك الزياره، وداو تيساري ودخل لهنا وخرج من هنا وسير هذه المدينه وتلاقى مع الطلبه الى غير ذلك. وفي المقابل تيصوروا بان المغرب ينهزم، وبان المغرب ضعيف، وبان المغرب ما بقى عنده حتى شي حلول الى غير ذلك. فمن بعد هذا يعني الشكل اللي هضر عليه هذه الرساله ديال الرئيس الفرنسي، ماذا ستقول؟ سيقول النظام الجزائري للشعب ديال الجزائر كيفاش غادي يبرر ليه بانه 50 سنه وهو تيصرف على واحد الحرب وهميه، وفي الاخر اصطدم مع الحيط. لكن انا اقول بان جلاله الملك ينتمي لحضارة عمرها أكثر من 10 ديال القرون، فبالتأكيد أن اليد الممدودة لا زالت يعني ممدودة للجزائر إلى بغا يديروا يد في يد من أجل بناء مغرب عربي حتى يتقوى الجميع. أكتفي بهذا القدر، وإلا عجبكم المحتوى ديال قناتكم ديوان الخبر ما تنساوش الاشتراك
والاعجاب اي اللايك، وما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم.